إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم سواعد كويتية. سواعد كويتية هم أبناء هذا الوطن الذين رفعوا اسم الكويت في مختلف الميادين وما قدموه وبذلوه في خدمة الكويت. برنامج سواعد كويتية برنامج يأخذكم في رحلة جميلة مع ذكريات وإنجازات ماضية وقادمة وخطط مستقبلية وأهداف يتطلعون لها، كلها تصب في مصلحة وتطور ورفعة هذا البلد. سواعد كويتية، إعداد شروق بن رزق، تقديم أحمد درويش ورضا السلمان، تنفيذ عبيد عباس. سواعد كويتية، إخراج مشاري مناور العنزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين كرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي سواعد كويتية. مساك الله بالخير زميلي رضا ويعطيك العافية. مساك الله بالنور، يا أهلا مرحبا فيك أخوي زميلي أستاذ أحمد. الأمانة احنا يمكن اليوم بدينا حلقتنا الجديدة لهذا الأسبوع، والحلقة يمكن قد تكون متنوعة، لأن احنا يعني حبينا أن كل حلقة ناخذ ضيف آخر مميز، وكل ضيف طبعا يعني له تخصص معين. نعم، طبعا في الحلقة معنا ضيفنا الكريم اللواء المهندس المتقاعد في الإدارة العامة لنظم المعلومات سابقا، طبعا اللواء طارق حسين الدوسري. مساك الله بالخير وحياك الله معنا. مساكم الله بالخير، وشكرا صراحة على تحت الفرصة لهذا الحقيقة البرنامج المميز اللي مجموعة كبيرة صح حقيقة من المستمعين اللي قاعد يتابعونه وقاعدين يعني تنورون بالقياديين اللي انتم قاعدة تقابلونهم ان شاء الله. الله يطول عمرك. يعني يمكن خلينا نبدأ معاك يعني ساعة اللواء المتقاعد، طبعا اللواء مهندس متقاعد طارق الدوسري، انت كنت مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية، واكيد يعني هذا المنصب يعني اعطاك يمكن ايضا المجال اللي يمكن تم تطوير في إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية. خلينا نتكلم بالبداية على فكرة اختيار وزارة الداخلية. هل هي كانت موجودة منذ الصغر، ولا الظروف أتاحت لك يعني اختيار هذا المهنة، وخصوصا لما تخرجت مهندس يعني بعيد عن المجال العسكري؟ صحيح. طبعا أول ما تخرجت من أمريكا وتخصصت في البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر، رجعت إلى الكويت، وكان هناك عدة أوبشنز أو اختيارات إني أروح. مثلا كان دائما يعني أصدقائي اللي يتجه صوب البنك، أو اللي يتجه صوب النفط، أو اللي يتجه صوب الخطوط الجوية الكويتية، لكن أنا الحقيقة حرصت إني أنا أروح صوب القطاع الحكومي، لأن القطاع الحكومي يعني في هناك بعض الإدارات الحقيقة اللي لا يوجد فيها هناك مهندسين كمهندسين ككمبيوتر أو الاندستريال أو الكهرباء أو كذا. فبالتالي يعني هذا القطاع الحكومي قطاع الحقيقة ما كان في بالمستوى المطلوب، فبالتالي أنا كان هناك نظرة لي بحيث أني أنا أدش في المجال هذا كمدني. وسبحان الله يعني دخلت في وزارة الداخلية والإدارة العامة لنظم المعلومات اللي يعني بعدها أنا صرت مدير عام، لكن من أنا كنت مدني يمكن بعد ما تخرجت على طول يمكن استقطبوني الأخوان في وزارة الداخلية. وهذا الشيء اللي صراحة أفرح صدري. على طول من أنا قدمت ما قعدت يمكن تقريبا يوم أو يومين إلا كان قراري نازل أني أكون أنا مهندس في وزارة الداخلية بالإدارة العامة لنظم المعلومات. ما شاء الله. نعم.
طبعا اللواء طارق، يعني أي عمل أو أي مجال واحد يلتحق فيه لابد فيه صعوبة يعني. فهل واجهت يعني شخصيا صعوبة في بداية عملك الوظيفي؟ والله الحقيقة شوف، أنا ما كان عندنا هناك صعوبة، لأن كان هناك ستاف معاي من ضباط جامعيين من الدفعة التاسعة، يعني مسيهم بالخير، كانوا هم الجايدنس بالنسبة لي، وكانوا دائما يعني ينصحوني في عملية التدريب وما شابه. فلذلك كانوا هم دائما معاي. يعني في عندي الأخ والعزيز الله يمسيه بالخير جمال المنصور، متخرج كان بالدفعة اللي هو التاسعة جامعيين، دائما هو معاي، دائما هو يعني جايدنس لي بالنسبة لموضوع انه تدريب. دائما هناك يعني كان مجموعة تدريب كان يستقطبهم، يحاول انه يجيب، وقال لي اذا في عندك مهندسين يجيبهم اساسا انه يكونون معنا من ضمن ستاف في وزارة الداخلية، خصوصا في إدارة عامة نظم معلومات. فهني هي عبارة عن طلاقة المهندس الكويتي في هذه السنة. ويعني دائما هو كان مثل ما قلت لكم يعني سابقا انه كان هو جايدنس بالنسبه لي، حتى لما كان هناك اختياري كتحويلي الى ان اكون عسكري، هو اللي يعني ساعدني وحط لي ورقتين، قال لي هذه هني البوزيتيف والسلبيات، الايجابيات والسلبيات. نعم. واختار انت، اختار السلبيات شو تبي. يعني قعد هو وياي وفند الموضوع وقال لي هذا كذي وهذا كذي، وسبحان الله يعني ونصحني، قال لي ان العسكريه ترى خلاص راح تنسى شيء اسمه مدني، يعني ما راح تكون انت، لكن انت الشيء الزين انك انت من اوائل المهندسين. نعم. وكنت انا اول واحد مهندس كمبيوتر يتخرج من الكلية العسكرية، وأنا أول مهندس كتخصص كمبيوتر يعني. ما شاء الله ما شاء الله. وهذا يمكن اللي خلى أيضا وزارة الداخلية في تطور مستمر، خصوصا أنظمتها اليوم الإلكترونية. احنا قاعدين نشوف ما شاء الله يعني اليوم خلينا نتكلم على اليوم الخدمات اللي قاعدة تقدمها وزارة الداخلية. أكيد هذه ما أتت من وليدة اللحظة، أكيد كان في خطة طبعا قاعدين تسيرون عليها بسنوات سابقة حتى وصل يعني هذا التطور مثل ما نشوفه اليوم. صحيح. احنا يعني مثل ما تفضلت أخوي رضا، كان يعني هناك استراتيجية يعني قصيرة المدى وطويلة المدى. نعم. يعني مدراء العامون السابقون يعني كثر الله خيرهم عملوا في الخدمات، وخصوصا في اللي هو الانفراستراكشر، البنية التحتية للأنظمة اللي موجودة حاليا. لكن أنا لما مسكت الحقيقة أعوذ بالله من كلمة أنا، بديت في عملية التطوير اللي هو التطوير الخدمي. يعني الآن كان قبل هو مجرد أن أنت تدش على مثلا الموقع مثلا اللي أنا أسسته في يومتها، أنا كنت رئيس قسم، أسست اللي هو الموقع وزارة الداخلية اللي هو www.moigov.kw، وهو عبارة عن نقطة انطلاقة خلينا نقول الخدمات الشبه فعلية. على سبيل المثال مثلا انت تبي تستعلم عن معلومات عنك ان جنرال، لكن الاوتبوت اللي تبي ما كان في ذيك الفترة، يعني انت تعطي ان لكن الاوت ما في، بس مجرد جنرال انفورميشن. تطورت هذه الفكرة والخدمات لما مسكت إدارة عامة معلومات في اللي هو الخدمات الإلكترونية اللي الحين حاليا قاعد يشتغلوها، من ضمنها اللي هو الإقامات، من ضمنها رخص القيادة، من ضمنها الجوازات الإلكترونية اللي الآن انطلقت انطلاقة صراحة فعلية ومنقطعة النظير. كذلك انضمامنا في محفظة سهل اللي كان لي دور في اللي هو انطلاقة منظومة وزارة الداخلية من ضمن محفظة سهل هذه اللي هي الآن مش قاعدين انتم تداولونها في نعم. طبعا اللواء طارق، يعني ما وصلت إلى هالدرجة إلا بعد تدرج، يعني بديت يعني شوي لما وصلت لهذه المرحلة، مرحلة اللواء المهندس. لكن بدايتك شنو كانت؟ في أي وحدة كنت يعني؟ نعم، أول شيء كنت بعد ما يعني تخرجت وخذيت اللي هو النجمتين اللي هو ملازم أول على طول، يعني كان في ذيك السابق كانت هي الدفعة العاشرة. بعد الدفعة التاسعة اللي نصحني فيها يومتها الأخ جمال المنصور. بديت في قسم الدعم الفني، أو خلينا نقول إدارة الدعم الفني. إدارة الدعم الفني هي إدارة
فيها إدارة تشغيلية كاملة تقوم في عملية بناء اللي هو القواعد البيانات الخاصة في أنظمة وزارة الداخلية. ومن ثم انطلقت إلى قسم آخر، إلى قسم الإنترنت. اللي بدايتها قلت لك هذه اللي هي بدايتي في عملية وضع الويب والطريقة الديزايننج واللون حق الويب. كان يومتها لو تلاحظون كان موقع وزارة الداخلية لون البيج اللي هو بعدين طلعنا على اللون الازرق. هذه لازم احنا نسوي لكم نوع من التغيير عشان الناس تحس ان في هناك تغيير. صح. فطبعا بموافقه مسؤولينا طبعا، لكن انا اعرض الفكره والمسؤولين هم يوافقون عليها. بالتالي يعني كان الحمد لله صداها واسع في بين المواطنين والمقيمين. اتجهت الى قسم الدعم المشاريع، ومن ثم صرت مدير اداره نظم العمليات او مدير العمليات، وبالتالي صرت بعدين مساعد مدير عام اللي هو إدارة عامة نظم معلومات. وانتقلت إلى فترة كورونا. يعني بداية كورونا 2022 اللي هي مدير عام نظم معلومات. ممتاز. خلينا نتكلم معاك اليوم اللواء مهندس متقاعد طارق الدوسري. خلينا نتكلم اليوم عن يعني كيفية الجمع بين الهندسة والعسكرية، خصوصا أن العسكرية معروفة قد تختلف عن الهندسة، يعني شتان مختلفان. شلون قدرت تجمع بينهم؟ شوف، الهندسة يعني خاصة في الإدارة العامة للمعلومات الكل يعرف أن هي عبارة عن إدارة هي تعتبر السوفت صحيح مانجمنت، إدارة سوفت، يعني مش نفس العسكريين اللي يقعدون جزاهم الله خير ويعطيهم العافية، يعني ومسي عليهم كذلك ومصب عليهم بالعمل المجهود الحقيقة اللي برا اللي الميداني كمان. أما إحنا لا، إحنا يعني إدارة خلينا نقول هي إدارة سوفت، إدارة يعني ملموسة لدى الجميع. إن إحنا شغلنا هندسة، نطور، نحلل، نبرمج. فشغلنا كشغل المدني، لكن هو انت لباس العسكري يعني. نقدر نقول اصعب شويه. هو شوف فيها صعوبه، هي طبعا فيها صعوبه لانك انت قاعد تشتغل مع انظمه امنيه. ويمكن بعد شوي راح اتحدث عن الانظمه الامنيه وطريقه وضعها وشون تدرجنا في ان نطور هذه الانظمه، وتكون دقيقه طبعا. ولازم لان انت الان عندك انظمه امنيه لازم تكون دقيق فيها، في حاله ان انت لو اي خلل يصير راح يعرض البلد الى اختراقات وما شابه ذلك. وإن شاء الله يعني من خلال المقابلة هذه راح نشرح لكم الأنظمة اللي بدينا فيها وعدد الأنظمة اللي فعلا طورناها في دائرة. فبالتالي الهندسة هي عبارة عن كومبينيشن مع اللي هو العسكرية. فبالتالي نجحت الحقيقة الوزارة في أن تضم هذه التخصصات في مجال الوزارة. على فكرة الحين معظم المسؤولين يبون الناس المتخصصين اللي يكون عندهم تخصصات فعلية ونادرة داخل وزارة الداخلية. بالعكس شيء حلو، شيء جميل. راح يطور أكيد لأنه هو متخصص في مجاله مثل حضرتك يعني. نعم. طبعا احنا متواصلين معاك المهندس المتقاعد طارق حسين الدوسري، بس بعد هذا الفاصل نريحك شوية ونرجع لك. سواعد كويتية، إنجازات وخبرات وطنية قامت بها مجموعة من أبناء هذا الوطن. رجعنا نتواصل معكم مستمعينا في برنامج سواعد كويتية، وحديثنا مع اللواء المهندس متقاعد طارق الدوسري. نعم. طبعا رقم 777 يمكن هذا الرقم ما تنساه، رقم مركز الاستجابة السريعة أيامها. طبعا شلون كانت هذه الفترة؟ شلون وصلت لمستوى توقعاتكم يعني؟ طبعا الحين 777 يعني تغير وصار الحين 112 عبارة عن منظومة كاملة. نعم. طبعا هذه بالتنسيق مع إدارة مركزية للعمليات، كان له دور نظم معلومات في توظيف الأنظمة اللي تتواصل مع الجمهور. نعم. فإحنا طبعا كان عندنا تواصل معهم في موضوع الربط، وهذه الربط مهمة جدا مع الإخوان في المركزية للعمليات اللي الحقيقة تعاونوا معنا عشان نسهل على المواطن المقيم في حالة أي حدث يصير، اللي هو مربوطة مع اللي هو الدوريات، مربوطة مع المطافي، ومربوطة مع الإسعاف. فبالتالي وزارة الصحة
فكان لنا دور في عملية هذا، وضع مثلا أنظمة جغرافية وهي أنظمة خاصة يعني احنا مسؤولين عنها في وضعها في خريطة اللي يكون جبال الأوبريترز. وطبعا 24 hours لازم يكون منظومة كاملة معاها العناوين، الشوارع كلها، هذه كلها لازم احنا نوفرها لهم لمتابعة اللي هو الاتصالات تجيهم من الخارج. ممتاز فعلا. يعني كان في هناك ربط يعني ممتاز، وهذا الربط قد يكون كان أول مرة يصير بالكويت يعني أسوة بباقي دول العالم، لكن الحمد لله الربط كان. وللحين ترى على فكرة يعني في ناس للحين يعتقدون أن رقم الطوارئ هو 3 7. شوف لاحظ لأي درجة الناس في للحين. يعني أنا قبل سنة كان في حملة تفتيشية في منطقة أمغرة، فكنا نسألهم عفوا مو حملة تفتيشية، كانت حملة توعوية للعمال اللي موجودين في منطقة أمغرة، فسألناهم عن رقم الطوارئ قال 3 7. شوف إلى الآن راسخة في ذهنهم اللي هي 3 7، مع أن الآن تغير إلى 112. يعني هذا يدل على طبعا نجاح العمل في تلك الفترة. خلنا ننتقل معك إلى مشروع تطوير البصمات، وخصوصا يمكن اليوم البصمة البومترية الحاصلة الآن يعني ضمن خططكم، يمكن اللي بدأتوها من الأول، ولا يعني تشوف هذا النوع من البصمة أتى وليد اللحظة؟ هذه بدأت الحقيقة، كان هناك تفكير الحقيقة أن نبدي فيها في وكان هناك خطط أنها تكون يعني قبل تقريبا 2 3 سنوات، لكن بسبب اللي هو الوفر المالي اللي الحين الحمد لله تم تحصينه وتم موافقته، وبدأنا في عملية اللي هو تبصيم اللي هو بصمة البيومترية. هذه الحقيقة راح تنقل الكويت إلى نقلة للأمام، يعني بإمكان معظم الأنظمة اللي راح تكون موجودة بوزارة الداخلية وغير وزارة الداخلية تتواصل مع هذه المنظومة لتحديد مسار الشخص نفسه. هل هذا الشخص على سبيل المثال عليه بلاك ليست، هل هو عنده يعني كلين ليست؟ فهذه كلها يعني الأنظمة هذه بالعكس هذه تسوي نوع من الأدفانس وزيادة في تطوير المنظومة الأمنية في دولة الكويت. فبدينا فيها الحقيقة الآن، يعني لو تلاحظ الآن بدأت كشف بعض المتهمين مزورين من المطار وغير المطار هذه باستخدام البصمة البيومترية اللي قامت تساعد في عملية تقليل الأعداد، وقامت الناس تخاف من تسمع أن في هناك بصمة بيومترية، بدأت الآن تخاف أن هناك بعض المتابعة من قبل وزارة الداخلية. نعم. صحيح. اللواء طارق، احنا نسمع البصمة الوراثية، هل تختلف عن البيومترية هذه؟ البصمة الوراثية نعم تختلف هناك، لأن تدري هذه فيها يعني بعض الأمور الخاصة، وطبعا هاي تخصص الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللي تأخذ فيها بعض الأدلة للشخص نفسه، مثل الآن المتوفين الله يرحمهم ويغمد روحهم الجنة اللي في العراق ويابوهم، فياخذون منهم الدي ان اي أو التحليل الجنائي ويطابقونه مع أسرتهم، والأسرة هذه إذا كان هناك تطابق بين التحليل هذا فيتضح أن هذا الشخص هو يعتبر من أهله أو من أقاربه. نعم. هذه طبعا فرق عن البيومترية. هذه بالنسبة للبصمة البيومترية هي بصمة عشرية دامغة بالعين المجردة، تقدر أنت تسوي عملية اللي هو البصمة من خلال الأجهزة الإلكترونية الموجودة حاليا. ممتاز. يمكن بما أن احنا تطرقنا إلى البصمة، في هناك بصمة الأذن وبصمة العين. البيومترية هي طبعا فيها العين، بس بالنسبة للأذن هل هي أيضا تشمل الأذن؟ هذه نفس الشيء نعم. بينك يعني البصمة البيومترية ما فيها الأذن، لكن في هناك أنظمة تقوم في عملية قياسات الأذن. لأن لو كان هناك يعني على سبيل المثال يعني يستخدموا هذه برامج تستخدم في موضوع حتى الفيشل، يعني الفيشل لما يكون مثلا الشخص مو معروف سرق بنك على سبيل المثال ومصورتها الكاميرا، فبالتالي هناك بعض المعايير للأذن وبعض المعايير للوجه، فيبدي الوجه يعني، وتكون هذه عندك داتابيس موجودة اوريدي. مثلا رضا عنده داتابيس موجودة زين، الله كافي نشار في الموضوع هذا داتابيس. هذه الداتابيس لما هي أقارنها في الفيشل، برنامج يسوي لك الشنب، يسوي لك الأذن، يسوي لك كذا، ويحطها ويقابضها، يقول هاي منو اللي هو
الشخص اللي يكون كانديديت، يعني اللي يكون هو شخص قريب من رضا. طيب. فيطلع الاوبشنز، يطلع مثلا 3 4 ويبدون شنو بالعين المجردة يشوفون هالشخص هذا باللي عليه سوابق، عليه أي شيء، فبالتالي هم يقومون في عملية التحليل لهذا طيب. الشخص. يعني جرتني لسؤال، يعني بعض الأوقات لما تروح المطار وانت قاعد تعطي الجواز حق الموظف المختص يعني عشان يشوف الجواز، يقول لك طالع الكاميرا، في كاميرا صغيرة تطالع، هل هذه لها دخل بعد؟ نعم، هذه الكاميرا عشان تبين في عملية التزوير ما التزوير بالنسبة للجواز. فأنت في جوازات الآن مزورة على فكرة. صحيح. يعني نعم. فبالتالي الصورة هذه هي تعطيك نوع من الأكرسي بالنسبة للبرامج الموجودة في المنظومة أو لا، فشيء إن هذا الشخص فعلا عجيب. هذا مزور. نعم. غير مزور. نعم. الآن الحين التكنولوجيا في تطوير. صح. الآن قبل انت يعني منو يصدق الحين الموبايل في كل الفانكشنز اللي انت تستخدمها والامور اللي تستخدمها. كنا قبل عندنا نوكيا وكذا. صحيح. لكن شوفوا التطور الهائل في الموبايلات. كان فقط اتصال بالاول، يمكن رسائل اللي هي SMS. الان لا تغير. قبل البيجر احنا البيجر قبل تعرف ارقام، عرف ان هذا يبين الحين ايرجنت مو ايرجنت، SOS. ها صحيح. الان الحين ما في، الحين عندك انت يعني يجب يعني هذه ينبع نصيحه الاخوان المستمعين مستمعات ان يديرون بالهم بالنظام هذا. صح هذا تطور، لكن بالنهاية ترى هذا يوم الأيام راح يأذيك. صحيح. فلازم يكون عندك أنت عناية، لازم يكون عندك أنت متابعة في شنو اللي تحطه وتنزله في كتطبيق عندك. التكنولوجيا تتابعها يعني. نعم. تكون دائما باستمرار على دراية. نعم. على أساس إنك تعرف. نعم. وحتى يعني ترى مفيد يعني في حالة يعني صراحة في الجانب السلبي والجانب الإيجابي. نعم. حين الجانب الإيجابي قاعد يعطونك كل يوم شنو اللي قاعد ينزل بالسوق، شنو الهاكينج، شنو القرصنة، شنو السايبر سيكيورتي والأمن السيبراني، شنو فتكون على علم. ترى يا جماعة لا تسوي كذي، لا تفتح اللينك هذا، لا كذا. لكن لو ما عندك هذا أو ما عندك كذا فبالتالي صحيح. يعني يسبب لك مشكلة. نعم. خلينا نتكلم معك على الدورات اللي طبعا قدمتها وتم تدريب العسكريين فيها سابقا. شوف أنا عندي دورات كثيرة الحقيقة. لكن يعني هذه الدورة اللي أنا أعتز فيها دورات كثيرة يعني ما كنت في يعني سقطبوني في الأكاديمية. نعم. كانت يعني فكرتي إني أبني اللي هو الطالب الضابط من سنة أولى. ممتاز. يعني سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة، فيبدي تأسيس الشخص أو الطالب الضابط أو الكاديت. هذا يسميه الكاديت حنا. اللي هو من سنة أولى لسنة رابعة تتدرج معه. هم عطوني أنا أدرب سنة رابعة، فالرابعة ما هي خلينا نقول الكافية للشخص اللي تخرج من خاصة في مجالنا. عندهم هم مادة اسمها مادة الIT أو مادة الحاسب الآلي. فأنا يعني عرضت حقيقة على الكلية، ويمكن إن شاء الله يسمعوني في هذه المقابلة أخوي اللواء بدر البالول. أنا قلت له يعني هذه خلينا نخليها تجربة بحيث أن نبدي من سنة أولى وثانية وثالثة، نعلمهم بالنسبة لطريقة وضع الشبكة، طريقة الأنظمة، شلون يسوي برامج، يسوي كذا، يعني يسوي منظومة كاملة. هو الشخص هذا لما يطلع يكون هو مسهل علينا إحنا في عملية التدريب. أنا كنت أدرب، لكن الدورة اللي أنا فعلا يعني أعتز فيها ولغاية الآن والضباط والقياديين يعني دائما من يشوفوني القياديين من يشوفوني يقول والله صراحة أنت يعني جزاك الله خير عطيتنا الدورة، الحين صرنا ما نهد الكمبيوتر ولا ما نهد هذا. كانوا هم يسمونها دورة الإكزيكتيف تريننج. الإكزيكتيف تريننج هي دورة المتخذي القرار. المتخذي القرار هم القياديين. كانت الوزارة حرصت الحقيقة أن تحط قياديين تدربهم على الIT، يعني شنو الحاسب الآلي، شنو المكونات الحاسب الآلي، شلون يشتغل الحاسب الآلي، شلون الطابعة تشتغل. فهذول القياديين ما عندهم. وكذلك ناخذهم 3 أيام إلى محل انترنت نعلمهم على السيرش انجين اللي هو البحث على الويب وكذا. فكانت القياديين الحقيقة من ضمن الناس اللي يعني اهتميت فيهم، ولحد الحين أنا أفتخر في هذه الدورات. لكن هناك دورات الحقيقة كثيرة قدمتها لمنتسبي وزارة الداخلية سواء مدنيين أو مدنيين أو عسكريين، وكذلك بالجامعة والكلية التطبيقية يعني. نعم. اللواء مهندس متقاعد طارق الدوسري، رح نستكمل لقاءنا معاك في هذا البرنامج ولكن من بعد هذا الفاصل.
سواعد كويتية، برنامج نستضيف فيه أبطال الكويت من أبنائها المنجزين. سواعد كويتية. عودة لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم سواعد كويتية، وضيفنا الكريم اللواء المهندس المتقاعد في الإدارة العامة لنظم المعلومات سابقا طارق حسين الدوسري. حياك الله، نرحب فيك مرة ثانية. الله يحييك. اللواء، يعني طارق، عملت أنت في مشروع جدا مهم، مشروع مراقبة أمن الحدود والهجرة. خلينا نتكلم شو اللي قدمته لهذا المشروع. يعني احنا بالنسبة لنا احنا اول شيء اخوي ابو خالد منظومة كاملة في الإدارة العامة للمعلومات، مثل ما قلت لك مرتبطة مع قطاعات وزارة الداخلية. يعني الحين أي قطاع، احنا لو تذكر لي دور نظم معلومات في عملية رفع اللي هو كفاءة المنظومة لديهم. احنا عندنا الحقيقة منظومة هناك في الحدود، منظومة الرادارية، نظم معلومات له دور في عملية اللي هو وضع آلية كاملة في اللي هو الكشف عن المتسللين. فبالتالي عندنا أنظمة، احنا قاعد نتكلم عن الأنظمة اللي هي تابع المسللين من خلال أجهزة الكمبيوتر اللي احنا نحطها ونتابعها، وكذلك وضع السيرفرات والشبكات الخاصة في المنظومة الرادارية. كذلك الحدود احنا عندنا هم نفس الشيء، هناك أجهزة حق الدخول والخروج اللي طبعا يدخلون على الكويت، سواء بري بحري منافذ، كلها هذه كلها تسجل من خلال أنظمتنا الموجودة. إذا كان الشخص عليه بلاك ليست، الشخص عليه كذا، يكون عندنا هذه المنظومة كاملة، يعني بحدود طبعا تقريبا ما يقارب 15 بوردر، بوابات هذه تدخل من خلال اللي هو مساعدة الإخوان في المنافذ بالأنظمة والأجهزة. كذلك الإقامة، شو الإقامة الحين ما شاء الله يعني شغالين، سواء كان على مستوى الإدارات المحافظات وسواء على مراكز الخدمة اللي إحنا داعي نساعدهم في عملية تقديم خدمة للمواطن المقيم من خلال أجهزتنا ومساعدتهم. مهمة يعني طبعا ساعدت الكثير وسهلت الكثير من الأمور. يعني منظومة، يعني شوف منظومة ربط. احنا شوف، يعني قد يكون وزارة الداخلية، لو تسأل نفسك الآن الحين انت رايح بجنطتك مع أهلك، توصل حق المطار وتلقى النظام مثلا على سبيل المثال دقيقة ودقيقتين واقف ومهنج، شو يصير فيك؟ مشكلة. صح. أنا بالنسبة لي أنا يصير عندي ترى هدك، صحيح. ماكو أحد ما يدق علي، ماكو أحد كذا من وكيلهم من كذا، عز الله يحفظهم. إحنا نحاول نسهل عليهم المهمة، لأن ترى تدري أنت مثل السيارة وأنت قاعد تمشي توقف فيك مثلا، ما تدري شنو خللها. الموبايل نفس الشيء وأنت قاعد تمشي، يمكن وقعت قصدي يعني خاصة الموبايل نفسه اللي أنت عندك موجود، قاعد تحاول انك انت يعني تتصفح بالهذا وفجأة يوقف. يعني فهذه تصير في الحالات من هذه. فاحنا هنا نظم معلومات لو يوقف دقيقة ولا دقيقتين ولا 5 دقائق ولا 10 دقائق، انا يصير عندي على قولتهم هدك. فبالتالي اهمية يا اخوان الإدارة العامة لنظم معلومات كونه احنا على مستوى دولة. صحيح. يعني انت قاعد تتكلم عن وزارة الداخلية، يعني مع احترامي الشديد حق إدارات ووزارات الأخرى، هو قاعد يشتغل في عمله بعمله هو. مثلا خلينا نقول على سبيل المثال البطاقة المدنية، قاعد يصدر حق يعني المقيمين والمواطنين، فهو من خلال حيز الانفايرمنت مالته، وحتى البنوك حتى كذا. لكن وزارة الداخلية قاعد هي يعني تعمل لمستوى الدولة من شمالها لجنوبها ومن شرقها إلى غربها. فبالتالي يجب الحقيقة على المسؤولين أن يدعمون هذه الإدارة أو إدارة عامة في وزارة الداخلية ماديا ومعنويا. أنا الحقيقة أمانة يمكن هذه كنت أعاني منها، لكن أنا من النوع اللي أحاول كثر ما أقدر أكلم القياديين، والأمانة كانوا القياديين جدا متعاونين إن هم يساعدوني في توفير القوة البشرية في اللي هو استكمال منظومتي في وزارة الداخلية. لا منظومة يعني حقيقة يعني منظومة جميلة ومهمة، يعني سهلت الكثير من الأمور. يعني قبل يعني أنت كمسافر مثلا على سبيل المثال مسافر يقول لك عليك مخالفة، يمكن على المخالفة يمكن طيارة تطير عنك أو مطلوب الشيء الفلاني أو كذا. الحين لا، تسهلت العملية، يعني خلاص أنت كل شيء موجود
واضح. نعم. فما في داعي اني انا اخر هذا المواطن، او خلاص اطقطق على رقم البطاقه المدنيه يطلع لي كل شيء، خلاص انتهى الموضوع، فما الله سافر. نعم. ولذلك سهلت العمليه كثير. نعم، معاناة سهلت عليك، فانت وانت رايح هذا تشوف شنو عليك، صحيح، تدفع وتمشي. نعم. فهذا التطبيق صراحه تطبيق وايد. وبعدين كذلك عاد للاموال الدوله، كان لولا صراحه الاموال الدوله كانت يعني جدا، يعني اللي يسافر واخواننا الحقيقه المواطنين يعني ما يهتمون وكيرلس انه يسافر ولا يدفع الغرامات اللي عليه سواء كهرباء ولا الحين هو على درايه، عارف شو اللي عليه وش اللي والله اذا رحت المطار اكيد بيردوني، فخلاص ادفع اشيك قبل لا اروح، اذا عليه غرامات على طول اسددها. طيب احنا يمكن يعني اللواء مهندس متقاعد طارق الدوسري، خلينا نتكلم اليوم على المواقع هذه شلون تحميها، لان اليوم احنا شفنا ان في بعض المواقع تخترق. هذه اكيد بحاجه لانظمه لحمايتها. احنا نبي صراحه نتكلم شوي في هذا الموضوع، لان موضوع يهم المستمع، يهم المواطن. يعني هل الاختراقات هذه اللي قاعد تصير هذه شنو قصتها، شنو سببها، وفي تزايد؟ شوف، هو طبعا الاختراقات هذه يعني الآن في جانبين، جانب القرصنة وجانب الأمن السبراني، عشان بس يفهم المستمع. نعم. على موضوع الفرق بينهم. نعم. القرصنة هو شخص متخصص في هذا المجال. نعم. يعني أنا متخصص في برمجة، أعرف شنو الثغرات الخاصة في الأنظمة لمعلومة معينة أو وزارة معينة أو مؤسسة معينة، يبدي أنا أركز عليها بحيث أن أشوف شنو الثغرات اللي أقدر أنا من خلالها أدخل عليها وأحاول أني يعني أكثف عمليات اللي هو القرصنة أو الهاك. نعم. أو التطفل في هذا يسمونها، لأن هذه تعتبر تطفل. مثل عندك بيت، وهذا البيت مسكر انت بيبانه ومسكر درايشه، لكن هذا الشخص بأداة معينة يقوم في عملية يعني استخدام آلة معينة لدخوله، سواء كان على مستوى النافذة أو على مستوى الباب. هذه يعني معروفة، يمكن الناس فهمت الشرح هذا. صحيح. لذلك القرصنة يعني حاول كثر ما يقدر انه يستخدم بعض البرامج الخاصة في التطفل والهاك. هناك 3 قراصنة يعني نقدر يعني نعينهم بحيث ان الجميع لازم يعرف. هو القبعة البيضاء او القرصان ذو القبعة البيضاء، هذا مسالم. هذه مؤسسة مثلا، ولازم الحقيقة وزارات الدولة ومؤسساتها يحرصون ان يجيبوهم واحد مخترق، واحد عنده الخاصية فيها ويشغلونه عنده، بحيث انه يكون هذا الشخص يشوف شنو الثغرات اللي في المؤسسات والوزاره، يكون ملم وعارف الامور هذه، عارف يعني ياخذ اللي هو البروسيجر والستراكشرز والبنيه التحتيه، ويبدي يشوف ويحل الثغرات هذه كلها في الوزاره. هذه يسمونها القبعه البيضاء، عشان يقدرون هم يعالجون الخلل. بالضبط. ممتاز. اني حق القبعه السوداء، هذا القبعه اللي يعني يحرمك، مثل ما صار الحين في وزاره الماليه اللي بدا يعني دخوله لهذا، وكان يبتز اللي هو الاخوان وكذا في وزاره الماليه، بحيث انه والحمد لله وزاره الماليه استطاعت ان تعمل بجهدها ويعني اسلوبها من خلال اللي هو توفير المتخصصين في هذا المجال واعاده هيكله المنظومه هذه عندهم في الوزاره. القبعه الرماديه اللي هو بين البينين، هذا شنو هذا؟ يعني مثلا على سبيل المثال ممكن تخاف منه وممكن ما تخاف، ممكن يعني هو يعني على حين مضض يقول يعني انت مثلا اجيبه واقول له ابيك انا بس تشوف لي هذا، يعني هو مثلا خلينا نقول مؤسسه امنيه على سبيل المثال، يبي يدش على هالمكان هذا بيشوف ايش قاعد يسوي، بس بمساعده شنو؟ مساعدة اللي هو المؤسسة الأمنية، يعني فهو إيجابي يعني أمني على حين مضض. ولكن في هناك بعض الأمور اللي يعني هذه يسمونها الرمادي، اللي فهذه القرصنة يحتاج إلى نوع من المتابعة، نوع من البريفنتيف يسمونه الوقاية، الحماية. شلون الحماية اللي موجودة هذه؟ لازم الحماية هذه لازم تكون متوفرة في كل مؤسسات الدولة. عدل صحيح. فلذلك لازم يكون هناك حماية. الحماية هي عبارة عن حوائط أمنية، وهذه الآن اللي راح ندش في موضوع الأمن السبراني. نعم. فالأمن السبراني
هو عبارة عن عكس القرصنة. هو الأمن السيبراني هو عبارة عن أدوات وأجهزة وبرامج تقوم بمتابعة الناس اللي راح تدخل على الأنظمة هذه. فيجب هناك نوع من التعليم والتدريب والتثقيف، خاصة الآن بدينا الحقيقة نسمع الأمن السيبراني. الأمن السيبراني هو شنو؟ الأمن السيبراني يا جماعة هو الأمن الفضائي، هو اللي يعديك من كذا مكان. فبالتالي الإنسان لازم يكون يحرص أن بأي لحظة هذا الشخص يقدر يدخل عليك في أي وقت، لازم يكون هناك حماية. خليني أقول لك مثال بسيط. في هناك بعض الأمور، شنو اللي القرصنة اللي يقول القرصان ما يجي قدامك، القرصان يجيك من مكان أنت يمكن قد يكون ما تدري وين يدش. على سبيل المثال أنا عندي طابعة الحين، نعم، وهالطابعة موصلة على نتورك، والشبكة هذه موجودة موصلة في أجهزة الحاسب الآلي. شوف شلون يدخل من الاي بي مال الطابعة من خلال الطابعة هذه، عرفت شلون؟ ويدش من خلال الأجهزة ويبدي في عملية القرصنة. شوف يعني فبالتالي لازم نكون حريصين. ولا حتى تتخيل ان انت ما تتخيل. فهذه يمكن عطية تكون قد نورتكم فيها في موضوع القرصنة هي عبارة عن 3 قراصنة موجودين، لكن لازم يجب علينا أن نحافظ على من خلال الحمايات لايرز، ومن خلال اللي يسمونهم الحوازم الأمنية أو الحوائط الأمنية اللي تحافظ على. كذلك لازم يكون هناك غرف عمليات، هذه غرف عمليات تدير المخاطر في كل مؤسسات الدولة. فبالتالي وكذلك دور صراحة سترة، هي الهيئة العامة للصلاة وتقنية المعلومات، دور سترة ترى معنا في أن تكون تثقف الوزارات بطريقة اللي هو الهاك، بطريقة الانفورميشن، لازم انت لا تسكر هذا، لازم تبطل هذا، لازم يكون في عندهم نوع من المقابلات والاجتماعات اليومية. نعم ممتاز. ما يخالف. يعني انت شدتني لسؤال لواء طارق. قبل كانت في اختراقات، لكن الحين زادت بشكل رهيب، يعني بكثرة. شنو السبب؟ قلت لك السبب هو عبارة عن ما في هناك حماية يعني تكون موجودة في الوزارات أو الشركات كذلك. يعني الآن بنوك قاعد يخترقونها بسبب يعني ابتزهم مالي. فهناك لازم الأسباب اللي قلت لك اللي هي القرصان دائما يحاول كثر ما يقدر يثبت نفسه ويثبت للمؤسسة أنه ترى يقدر يخترقك. نعم. فبالتالي هو هذا الشيء اللي فيدور كل السلو، خلينا نقول سلو هول، ويقدر من خلالها يدخل على هالمنظومة هذه ويبعثرها من خلال اللي هو أنظمته. طبعا في على فكرة القرصان في بعضهم يك دايركت أو إنه يعني، لكن في بعضهم شو يسوي؟ يحط لك سنيفنج، يسمونه السنيفنج. هذا شنو؟ هذا يحط لك إياه بمنظومة معينة وبرامج وما تطلع إلا في وقت معين. نعم ما تطلع إلا وقت معين. فبالتالي شو يسوي؟ يخرب عليك المنظومة هذه. فيدعي انه هو داخل، لكن انت بالنهايه يحدد لك موعد في عمليه اللي هو القرصنه والتوزيعها على اجهزتك. نعم. اللواء مهندس متقاعد طارق الدوسري، رح نستكمل لقائنا معاك في هذا البرنامج ولكن من بعد هذا الفاصل. سواعد كويتية، إنجازات وخبرات وطنية قامت بها مجموعة من أبناء هذا الوطن. عودة لكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم سواعد كويتية، وضيفنا الكريم اللواء المهندس المتقاعد في الإدارة العامة لنظم المعلومات سابقا طارق حسين الدوسري. حياك الله مرة ثانية. الله يحييك. يمكن قبل لا نطلع الفاصل كنا نتكلم عن بروتوكولات التعاون اللي طبعا كانت تجريها وزارة الداخلية بينها وبين باقي مؤسسات الدولة. هل في هذه البروتوكولات كانت في استفادة عملية خصوصا في هذا المجال؟ نعم طبعا في هناك بروتوكولات يعني تعقد الحقيقة مع دول، طبعا دول خارجية، دول مجلس التعاون، هناك دول أوروبية. طبعا المسؤولة عن هالبروتوكولات هذه الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
وهناك متخصصين في هذا المجال اللي هم إدارة الجريمة الإلكترونية هناك. طبعا نشكرهم صراحة على عملهم وتفاعلهم دائما ومتابعتهم لأي خلل في الأنظمة، يعني سواء كان على مستوى وزارة الداخلية أو أنظمة ثانية. كذلك هناك طبعا الإخوان في أمن الدولة كذلك هم لهم دور في عملية متابعة، وعندهم هناك إدارة اسمها إدارة السايبر سيكوريتي عندهم بالأمن الدولة. فلا يعطيهم العافية صراحة، الجميع قاعدين يشتغلون على هذا المجال. البروتوكول كذلك عندنا مع بين وزارات الدولة. لو تلاحظون اللي صار في وزارة المالية يعني قبل يومين أو قبل أسبوع، الحقيقة كانت هناك تفاعل من قبل وزارات الدولة، شاركوا في هذا الموضوع ومعاهم. فبالتالي هناك بروتوكولات معينة يعملون معها، وكذلك مؤتمرات وندوات من خلال اللي هو من خلال الاجتماعات اللي تصير بينهم وبين الوزارات، اللي يعني تطوير العمل في مجال وتنمية المجال في موضوع القرصنة والسايبر سيكوريتي والحمايات. ممتاز. تفضلت وقلت أساس يعني إحنا نتحاشى هذا الشيء لازم نجيب ناس متخصصين وعارفين في هذا المجال. فهل إحنا عندنا فعلا كوادر يعني متخصصة أو محتاجين أكثر لهذه الكوادر؟ إحنا الحين عندنا كوادر، لكن مثل ما تفضلت طال عمرك إحنا ودنا إحنا يكون هناك كوادر متخصصة أكثر. قبل يمكن يومين سمعت بليالي الحقيقة الكويت جابوا ناس متخصصين في سايبر سيكوريتي، واللي نشكر لهم ويشكر حق الإخوان مقدمين البرامج، كانوا صراحة يتكلمون عن السايبر سيكوريتي، وهم الحين قاعدين يسوون دورات خاصة. أتمنى الحقيقة اللي هم الإخوان والأخوات وعيالنا أولادنا الآن، الحقيقة أنا بنتي إن شاء الله على تخرج 12 الحين، فالآن توجهها هي الآن تبي سايبر سيكوريتي والأمن السيبراني. فأنا قاعد أحاول إني أنا أدعمها إن تأخذ هذا المجال. تقول لي ما في كوادر، قلت لي لا تحسين بالكوادر، الكوادر تيجي إن شاء الله. يعني هذا كونه في مجال السايبر سيكوريتي، لكن الحين توجه الحكومة لو تلاحظون ترى كله سايبر سيكوريتي وأمن سيبراني. فأنا حقيقة أنصح الآباء أو أولياء الأمور إن يوجهون عيالهم لهذا التوجه. الآن هذا التوجه صراحة راح يكون يعني مهم وحق الكويت، وراح يكون يعني له مستقبل صراحة. أنا أشوفه كذي لقدام، يعني خلال يمكن 5-10 سنوات راح يكون الأمن السيبراني هو التخصص اللي راح يكون مطلوب يعني إن شاء الله. فأنا أشوف إنه لازم نزيد بالعدد، نزيد بالدورات، نزيد بالمؤتمرات، نزيد بالندوات، ولازم يكون هناك صراحة الحقيقة يعني الوعي الإعلامي. ترى الوعي الإعلامي مفقود. يعني الآن أنتم جزاكم الله خير، يعني أنتم مقابلتكم هذه معاي وهم نفس الشيء، تجيبون ناس من متخصصين في سايبر سيكوريتي. هذا يعطي صراحة روح حق الناس إنه يسمعون. ترى برنامجكم ترى ينسمع، ترى يا إخوان ينسمع، وحسن حتى الفترات اللي حاطينها فترات زينة يقعد ويتسمع يعني في الموضوع. ولازم يكون إعلان ترى في اليوم الفلاني إذاعة مع المقدم الفلاني مع المتخصص الفلاني، عشان يسمعون اللي بيوصل له، لأن هذا الشخص ذو خبرة. فيعطيكم الخبرة هذه. هنا وزارة الإعلام دائما يعني تسعى إلى نشر مثل هذه الثقافة، خصوصا فيما يتعلق بالأنظمة الإلكترونية. ويمكن يعني أيضا من خلال ما تعرضت له بعض الجهات الحكومية من اختراقات في الفترة الماضية. لذلك يمكن اليوم حلقتنا هذه أيضا فيها استفادة إن شاء الله للمستمعين، ومعرفة يعني أيضا هذا التخصص وهذا المجال مثل ما تفضلت حضرتك. يعني اليوم هذا راح يكون تخصص المستقبلي. اليوم كل الجهات الحكومية استغنت تقريبا عن الأيدي البشرية وحولتها إلى إلكترونية في إنجاز معاملاتها. وهذا الشيء أكيد يعني بالمستقبل أنا أعتقد أنه راح يكون في اعتماد كبير على هذه الأنظمة. خلنا نرجع معاك إلى فترة الغزو. فترة الغزو على دولتنا الحبيبة الكويت، وين كنت في تلك الفترة؟ يعني بالرجع تقريبا 33 سنة. والله صراحة الأمانة يعني هذا يعني وقت كنت جدا حريص اني انا يعني بالعكس شيء حلو لما انا اكون شخص قد يكون يومتها انا كنت ملازم اول يعني على وجه تخرج على فكرة يعني. بعدك ما تخرجت انا توني يعني صار لي 6 أشهر في الكلية، بعدين صار الغزو وبعدين رحت طبعا تجمعنا احنا مع اخواني في خيطان،
واللي راح اخوي الصغير راح بالخباز مال الخيطان هناك وقام يخبز، والثاني الصغير راح يسوي دجاج نايف وانا خذيت تكرمون اللي هو النفايات والزباله. صحيح. كان عندي وانيت، وهالوانيت هذا الحقيقه مال عمي. نعم. فبديت اني اشيل النفايات في المنطقه نفسها، لان تدري النفايات ما كان احد يشيلها. صحيح. وكان تسبب احتمال امراض وميكروبات، وكنت اروح احطها في هناك محول بخيطان عند المسجد، يعني بعيد عن المسجد، احطهم واحرقهم. نعم. فكانوا معاي صغار شباب اللي هم يعني من الفريج يعني، وما يدرون اني انا اصلا يعني كنت ضابط ولا شيء، يعني لو كنت لا يدرون ضابط كانوا يفضحوني. ايامها الواحد ما كان يفكر انه هو ضابط او ما ضابط. فبالتالي يفكر بس بالكويت. نعم. فانا يومتها كنت اروح اخذهم كل الساعه الفلانيه، يكونوا ناطرين عند الباب، كل واحد معاه اللي هو لبسه، انا شايت لهم لبس لهم هذا حق النفايات. نعم. ونقعد نصعد فوق ومستانسين الحقيقه. الفريج طبعا انا احط لهم اوراق واحطها مع الباب، ترى الساعه الفلانيه راح يمر مال الونيت اللي هو هذا، وجزاهم الله خير كانوا متعاونين. فكنا نشيلهم ونحطهم وين في بالمكان الفلاني ونحرقهم عشان مات هذا. صحيح. لغايه ما صار التحرير. عقب التحرير الكويت الحبيبة، رحت أنا أزور أخوي، أنا كنت لابس يعني رسمي وكنت هذا. نعم. فشافوني العيال اللي كانوا معاي بالوانيت، استغربوا. كان يقولوا لي عمي أنت ضابط؟ قلت لهم أنا ضابط. كاش حاجة ما قلت أنا، قلت يا معود قلت لكم أخاف باكر تروحون تعلمون علي وذي. فسبحان الله يعني كانت فترة معينة سانسوا فيها الأولاد وشافوا. بالعكس ترى لما يشوفون هذا الشيء عبر بعد كانت عبرة، يقولك هذا ضابط كان يشتغل معنا. فبالتالي الحين ما شاء الله كبار، وشفتهم الحين اللي تزوجوا واللي عزموني واللي كذا، واللي يقول حق ابوه ترى يبا هذا كان معاي ضابط، يعني نشيل معاه زبالة فهذا الشيء بالعكس ترى رسخ فيهم. صح. الوطنية في الكويت. نعم. يعني الكويت ترى الكويت هي ترى عزيزة علينا. أكيد. شنو أصعب اللحظات اللي مرت عليك خلال هذا اليوم؟ حريجة مركز المعلومات الآلي. هذه أذكرها أنا كنت موجود فيها ترى. أنت جيت وهني اللي شفتك فيها أستاذ رضا. صحيح. زين. ويا الشطي معاك. مع الشطي كان هو مديركم. صحيح. فأنا هذه الأصعب. أنا كنت يومتها مساعد مدير عام، وهذه أول حاجة. ثم صاير مساعد مدير عام، وصار في حريجة في المركز ترى هو ما احترق نار، هو من الدخان. صحيح. هو حسب التقرير المطافي الأخوان. نعم. هو عبارة عن شورت، اللي هو الشورت هذا كان عليه أحمال. فالأحمال هو عبارة عن شفتوا أنت الأدابتر هذا مال البلاك، حاطين عليه كذا شغلة، الميكروويف، وحاطين عليه البرنترز، وحاطين عليه الجهاز. بالتالي ضرب الواير هذا اللي سبب المشكلة وحرق، اللي هو الاف 200 مالتنا، اللي هي مالت الحريق، البايب نفسه اللي سبب الدخان هذا. فهذا الدخان هو ترى الحريجة. صحيح. وهي ما كان في ما كان احترق. فبالتالي هذه كانت لي أزمة. أنا أتذكر يوم وقفنا السيستم، أنا يومتها يعني قالوا عطنا قرار، قلت له وقفوا السيستم الحين، والسيستم لازم يكون. فما قدرنا ننزل تحت. فبالتالي الأخوان نظام بخير مطافي نزلوا لنا، عطونا هذا واحد من الضباط حط له جزء وراح وطفى، لأن الجهاز عادة لازم يطفي من يحس إنه في سنسر عنده مشكلة، هو يطفي نفسه بروحه. نعم. لكن ما من خلال هذا ما طفى، لأنه كان عنده يعني كان عنده الغرفة كانت سوليد، ما كان في شو يسمونه، لكن في ماء ينزل على غرفة الحواسب الرئيسية عندي. فاضطريت اني انا يعني بعد ما صار الدخان رحت انا وشريت من الطرابيل. الطرابيل هذه تغطي المين فريمز، اللي عشان ما يباكر يتاثر، لان المين فريم ترى هذه ملايين ما تقدر. فالحمد لله غطيتها يعني مثل المهاد، شفت المهاد شلون تمهد الياهل، هذه كذي مهدتهم وخليتها لما ان شاء الله امور صفت. ذيك الساعه الاخوان القياده ايام طبعا الفريق سليمان الفهد، ابو فهد جزاه الله خير، ساعدنا في ودعمنا في حقيقه الموضوع. كان وزيرنا محمد الخالد دعمنا في اللي هو الادوات اللي تساعد في عمليه شفط الماء، مساعدة الأخوان في المطافي كثر الله خيرهم. يعني قعدنا مدة 3 أيام والحمد لله شقلنا للسيستم، يمكن نعتقد 3 أيام هذه فرحنا فيها. إحنا الناس كانت تتحدانا. نعم والله كانت تتحدانا، كانت تقول احتمال شهرين والناس واقفة، وناس ترى المرور والطيران وكل مثل ما قلت لك كل المؤسسات الدولة واقفة. صحيح. ف3 أيام هذه حتى مو 3 أيام، 2.5 يوم
شغلنا النظام والحمد لله الأمور كلها كانت ميسرة إن شاء الله. فهذه كانت الحقيقة أصعب لحظة في حياتي في موضوع حريق اللي هو والحين يداولون ترى موضوع الحريق. الحمد لله الحين يعني كان من فترة قريبة تقريبا 4-5 سنين. للأسف يعني وقت البرنامج يعني خلص أو يعني شارف على الانتهاء اللواء مهندس متقاعد طارق الدوسري. يعني في عندنا أمور كثيرة كان ودنا أيضا نتطرق لها، لكن نبي نعرف منك الكلمة الأخيرة اللي حاب تتوجه أو إنك توجهها إلى مستمعينا. والله حقيقة أنا أشكركم على هالبرنامج الطيب، والحقيقة اللي يعني إن شاء الله المستمعين يستفيدون من هذه التجربة، وأتمنى أن يكون عندهم الدافع القوي في اتخاذ قراراتهم من خلال اللي هو كوني أنا في نظم معلومات والإدارة العامة لنظم معلومات سابقا، التوجه لمخرجينا إن شاء الله لأخذ اللي هو تخصص السايبر سيكيورتي. نعم. ودائما يكونون على ثقة تامة الحقيقة، لأن هذا تخصص جدا ممتاز ونادر ويساعد الكويت، وكذلك نحتاج إلى هم بعد مهندسين في مجال الحاسب الآلي. ويعني أشكر حقيقة إخواني الآن اللي سمعوني في الإدارة العامة للمعلومات، من مديرهم العام بالإنابة العميد أسامة الوهيب وإخواني كلهم إن شاء الله على ثقة. وأتمنى إن شاء الله أن يسمعني أن دير بالك على ضباطك الصغار الحين المهندسين اللي إن شاء الله نأمل فيهم الخير إن شاء الله بإذن الله، ومشكورين. الشكر لك. اللواء المهندس المتقاعد في الإدارة العامة لنظم المعلومات سابقا، ضيفنا الكريم طارق حسين الدوسري، يعني كفيت ووفيت، الله يعطيك الصحة والعافية وعساك على القوة إن شاء الله. وإحنا دائما نفتخر في أمثالك، يعني نتمنى إن شاء الله كانت حلقتنا حلقة يعني قدرنا نوصل بعض المعلومات للمستمع الكريم اللي قاعد يتواصل معنا ويسمعنا. مثل ما قلت انت، من خلال الإعلام نوضح الكثير من الأمور. صح. وفعلا يعني الموضوع اللي تكلمنا فيه موضوع جدا مهم، وانت كفيت ووفيت وما قصرت، وان شاء الله نلتقي معاك في لقاءات قادمة ان شاء الله. انا الحقيقة في عندي يعني حكمة صغيرة دائما في محاضراتي اقولها، وهذه لنا ولكم ان شاء الله الاستفادة. طبعا اقول، طبعا هو المتنبي يقولها. نعم. لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك. طبعا. صحيح. عرفت شلون؟ هذه دائما حقيقة في كل شيء. احنا يما كنت انا مدير عام قاعد اقول حق مدير عام كذا، فهذه حقيقة وايد موجودة في الموبايل مالي. نعم. طبعا موجودة، لو دامت لغيرك ما تصل. احنا دائما احنا حريصين انه صحيح. وموجودة ايضا على قصر الصيف، يعني هذه المقولة لأن فعلا لو دامت يعني المناصب هذه لما وصلت الى الغير يعني. نعم. كلما أدبني الدهر أراني ضعفا بعقلي، ومهما زدت علما أراني ضعفا بجهلي. فهذه شنو معناته؟ ان انت لا تقول ان انا خلاص وصلت موضوع القمه واني انا كذا واني ذي لازم انا بيني وبينك اوصل حق المرحله اللي انا احاول اني ما اكون جاهل، لكن لازم اتعلم، لازم كذا. فابنائنا لازم يكونون موجودين في هذا الاطار. نعم. كل الشكر لك طبعا اللواء مهندس متقاعد طارق الدوسري، مدير عام الاداره العامه لنظم المعلومات السابق في وزاره الداخليه. شكرا. نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سواعد كويتية. تقبلوا تحيات فريق العمل: شروق بن رزق، أحمد درويش، رضا السلمان، عبيد عباس. سواعد كويتية، إخراج مشاري مناور العنزي.